كل يوم بيظهر اختراع جديد، فتعال نشوف بقى الاختراع ده منين وهيطلع عامل ازاي. يلا بينا. بلبن عمل اختراع اسمه قشطوطه، تعال نشوف هيطلع جامد ولا عادي واي كلام. بلبن عمل اختراع اسمه قشطوطه، عباره عن رز بلبن وكيكه متسقيه في لبن وعليها كريمه وقشطه وحسب ما انت عايز من فوق بقى. نبتدي باول واحده اللوتس، شكلها كان جامد وطعمها كان خفيف قوي وجامد قوي، يعني عايز اخلص الطبق من كتر جمدانها. نخش على تاني واحده كانت بالمكسرات، المكسرات كانت كتيره وطعمها كان رايق قوي كده ولطيف وايه خفيفه. نخش بقى على اللي بعده، يلا بينا. بالفواكه، موز وفراوله، شكلها كان مش طبيعي فعلا. اللي بيحب الموز والفراوله هتروح في حته تانية خالص. اوه جنون القشطوطه. نخش بقى على المانجا، شكلها كان جامد بس طعمها ما كانش احسن حاجه، لا اللي فاتوا كان اجمد بكتير. نخش بقى على الساده، في بالكراميل وفي ساده كده وعليها فستق. نبتدي بالكراميل، شكلها كان حلو وطعمها كان رايق كده، لا واخويا عجبته كمان ورا الكاميرا. نخش بقى على اخر واحده اللي كانت ساده وعليها فستق، برضه خفيفه ورايقه. من الاخر بقى سعر مقابل كميه وكواليتي، لا القشطوطه جامده وقريب جدا بلبن هيفتح في السعوديه.